أنا الكلمة التي أراها جديرة بالذكر وأن يتذكرها الشعب الجزائري وشعوب العالم التي تدين بدين الإسلام أن يتقوا الله تبارك وتعالى، يتقوا الله عز وجل في كل شيء، في تفكيرهم، في أعمالهم، في أقوالهم، وأن يعملوا نحو الأصلح، وأن لا يكونوا وسيلة أو دعني أقول دمية تحركها أصابع نجهلها، أصابع سحرية قد نعلمها وقد نجهلها، لأنه كما قيل أن الثورات يخطط لها العقلاء ويقوم بها المجانين ويستفيد منها الجبناء. فنحن نقول للشعب: عليك بالصبر، وعليك بالتعقل، وعليك بالتأني والتريث وترك العجلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لصحابي: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. الحلم ألا يتسرع الإنسان وألا يغضب، لأن الغضب يحمل الإنسان على الجور وعدم إصابة الحق. وعليك بالأنات، والأنات هذه أخلاق عظيمة. الأنات هو التريث، ترك العجلة، التثبت في الأخبار حتى يتمكن الإنسان أن يعالج الأمور. لكن إذا تسرع قد يفسد أكثر مما يصلح حتى وهو يريد الإصلاح. فلهذا نحن نوصي أنفسنا وغيرنا بهذه الأشياء، بهذه الأمور، بهذه الأخلاق، أن يتخلقوا بأخلاق الإسلام وبآداب الإسلام، وليعلموا أن هذا البلد وهذا الوطن هو وطننا جميعا، وليس لنا وطن آخر، ولا يمكن أن نكون من مبغض الوطن ومن شانئ الوطن. الوطن هو ليس هذه الأرض فقط أو هذه الجدران، الوطن هم أهله وناسه، الحمد لله هم على الإسلام، وهم على يتمتعون بالأمن والاستقرار. فنعمل على تثبيت هذه الأشياء، على تثبيت دين الأمة وصيانته وحتى ثوابت الأمة. عندنا لغة، وعندنا عندنا يعني مكتسبات، عندنا تاريخ، هذا لابد أن نحافظ عليه، لابد أن نحافظ عليه. هذا لا يمنعنا من أن نقول لابد أن نتعاون، أن يتعاون أهل الحق، يتعاون أهل الحق والناصحون للأمة على تحقيق هذه الأمور، لأنها في الحقيقة هي مكتسبات، والمكتسبات لابد أن يحافظ عليها.